تكلمه في التمرين رده عالي، هو التمرين هو رده عالي من غير ما يقف، هيتعود يسمعك ورده عالي. هيتعود يقول، بس انت كمان ما تقولش مقال، قول عنوان مو بس عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، حاجه اللي في كذا. ولا اجي اساله عليها في اخر التمرين ايه؟ ليه؟ ازاي؟ احنا سالنا ايه الهدف؟ صح؟ بس تبدا تفتكر. صدقني بعد ثاني تمرينه، ثالث تمرينه، رابع تمرينه، خامس تمرينه، 10 تمرينه، تمرين 20 محدش ينسى حاجه. انت قلتها. وده اللي هيحصل برضه بين الاشهر. لما تقول حاجه تقولها هيفتكرها. طيب لما نيجي بقى نقول ليه؟ هنوصل ليه؟ لما مثلا قلنا النهارده هتفهم تمرين كذا وكذا، بنقول ليه؟ الناس تبدا تعمل ايه؟ فكر ليه؟ وهتشارك. ليه؟ عشان خاطر بنعملها كذا كذا في المباراه. لما نقول ازاي عملناها؟ مثلا قلنا النهارده الوالد كذا وكذا، عملناهم ازاي؟ عملنا كذا كذا كذا. فانت كمان بتشهد اللعيب بتاعك في ايه؟ ده مش شخصيته ان هو يكون عقليا قادر يشارك في ليه عملنا كده. مبادئ النجوميه والدفاعيه نزود لهم حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ استخدام البوت. استخدام ايه؟ البوت في هنشوف نموذج ليها فيديو. كده احنا وصلنا لجزء لما جينا كده قسمنا التدريب 6 اجزاء، وصلنا للجزء الختامي ايه؟ وخلصنا كده التدريب بتاعنا. بص هنا كده، هنا الهوكي 5. الفرق في الهوكي 5 الهوكي 5 بتقسم ملعب برضه اربع ملاعب 10 10 10. استنى اشوف هنا في استخدام لايه؟